وانت اتجننت يا واد انت من ورا. لأ. قال ازاي لأ؟ مفيش حاجة اسمها لأ، أنا لازم أفرقع على البطيخة النهاردة. قلت له لأ. ولما شفت الأحجام الكبيرة بصراحة البطيخة فرقعت، واللي حصل في اليوم ده ما يتوصفش. كنت رايحة أشتري كرومبة، طبعا الكرومبة كبيرة فما كنتش قادرة أشيلها، خصوصا إن أنا كان معايا طلبات كتير. فالصبي المعلم صغير عنده 18 سنة قال روح مع عمتك شلها الكرومبة، وراح وداها لها الشقة. أثناء ما أنا ماشية في الطريق وصراحة الواد ماشي ورايا قال لي بقولك يا عمته. قلت له عايز ايه يا واد؟ يا واد عايز ايه؟ قال لي بصراحة البطيخة كبيرة قوي 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 قوي، عمري ما شفت كده. قلت له يا واد اتلم، بطيختك الكبيرة وأصدر عن الكرومبة، أنا على البطيخة كبيرة قوي. قال لي الظهر النهاردة كده أنا لازم يعني أجيب آخرها. قلت له الدرجة دي؟ قال لي وأكتر. قلت له طب خليك ساكت يا واد. بصراحة يا جماعة وأنا وماشية وخلاص قربت أوصل للشقة ما كنتش أعرف إن البطيخة في اليوم ده هتفرقع. معقولة الواد السعتن الغلبان ده اللي عنده 18 سنة يكون عنده كل الفاير ده؟ مش ممكن، مش معقول. عمري ما تصورت ولا توقعت ان البطيخه اللي انا شارياها بصراحه تتفرقع، وفعلا فرقعت. وبصراحه لما شفت الاحجام الكبيره ما كنتش قادره تمالك اعصابي، واول ما وصلت الشقه بتاعتي اللي حصل ما يتوصفش. انا زي ما بقول لكم البطيخه فرقعت. القصه النهارده جامده جدا، كملوها لحد الاخر. اول ما وصلت بقول لك ايه يا واد، يلا سيب الكرنب عندك وامشي. قال لي لا انا مش ماشي من هنا. قلت له ليه مش ماشي من هنا؟ قال لازم اخد حقي. اشمعنى المعلم اللي انت اشتريتي منه الكرومبه دي اديتي له فلوس حقها، وانا حقي الشيل مين يدهوني؟ قلت له طب خد. اديت له 20 جنيه. قال لي لا مش عايز فلوس. قلت له امال عايز ايه يا واد؟ قال لي انا عايزه افرقع البطيخه. قلت له بطيخه اللي تفرقع؟ قال لي انت شاريه بطيخه من السوق عايزه اكلها، خليني اكلها بقى، ده انا بقالي فتره كبيره ما اكلتش بطيخ. قلت له هو انت متعود تاكل بطيخ؟ قال لي ايوه طبعا، ده انا بقطع السمكه واتدلع يا مره. قلت له مره كمان تجنن. قال لي واحلى مره واجمل مره. بصراحه يا جماعه برغم سنه الا ان انا يعني بصراحه كنت واقفه قدام معجزه. الشخص ده والشاب ده كان معجزه بجد، كلامه غريب جدا وكل حاجه فيه غريبه جدا. المهم كنت رافضه فكره ان انا اتكلم معاه ولا اديله اي ريش، بس بصراحه بعد ما شفت الاحجام الكبيره قلت لا مش ممكن، مش معقول، عمري في حياتي ما شفت حاجه بالشكل ده. انا بصراحه يا جماعه كنت متجوزه وجوزي طلقته بسبب اني المسائل نايمه على الاخر، بس بصراحه لا في فرق شاسع بيني وبين جوزي. عشان كده قلت طيب عايز تاخد حقك من البطيخه؟ قال لي ايوه ومش نازل من هنا بعد ما اخد حقي من البطيخه. انا ماليش في الفلوس، الفلوس كتير بجيبها، ما هو معايا فلوس في جيبي، انا مالي بالفلوس، انا عايز اكل بطيخ. قلت له خلاص تمام ماشي، انا هخليك تاكل بطيخ، يعني اشرح لك البطيخه واخليك تاكل. انت بتحبها حمرا ولا اقرع؟ قال لي لا طبعا حمرا، واللي انا شفتها حمرا قوي. قلت له للدرجه دي؟ قال لي واكتر من كده. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اهو انت عندك زيت. قلت له بنت انت بتقول ايه؟ قال لي زيت يعني لزوم المسائل زحلقه، تقصد فازلين يعني شعري بيه. قال لي ايوه بالظبط كده، طبعا انتوا فاهمين. فبصراحه يا جماعه قلت له يا سيدي حتى لو ما فيش زيت صابون عادي، بدهن شعري صابون. قلت له، قال لي معقوله تدهني شعرك صابون؟ لا طبعا. قلت له يا سيدي واي حاجه تزحلق وخلاص. قال لا ما تقلقيش، الزحلقه تشتغل للصباح الباكر. وفعلا يا حبايب قلبي في اليوم ده بصراحه عشان اكون صريحه معاكم بصراحه ما فيش اجمل ولا احلى من الخراقيم الكبيره، هي اللي بتظبط المسائل. ولما شفتها اتجننت واتهوست، وبصراحه بعد كده وافقت اني ياكل البطيخه اللي انا اشتريتها معاه من السوق. بصراحه في اليوم ده البطيخه فرقعت واتاكلت صح. بصراحه يا جماعه هو نفسه قال لي انها احلى واجمل بطيخه هو كلها في حياته، كانت حلوه قوي. بعد كده بصراحه انا اتعلقت بالشخص ده عشان كلامه كان حلو قوي. باك سكر ومشي، بس بعد ما مشي فضلت اسبوع كامل زي المجنونه، بجد زي المجنونه. كنت فعلا كل مره كنت عايزه البطيخه خلاني اشتريها تتاكل بجد، ومفيش اي حد كان بيعرف ياكلها غير الشاب ده، كان بيعرف ياكل حلو قوي للدرجه دي واكتر. انا التفكير بجد ما كنتش ببطل تفكير، كنت بفكر فيه ليل ونهار، لدرجه ان انا كنت بستنى السوق. هو كان في السوق كان بيفرش، هو المعلم وده الصبي بتاعه. فرحت مجرد ما جه السوق رحت قلت له فين الصبي اللي معاك عشان يشيل الكرومبه؟ قال لي ما جاش النهارده. قلت له ليه ماله؟ قال لي تعبان شويه. قلت له الف سلامه عليه. بصراحه يا جماعه قلت له جرالك ايه يا واد؟ يعني فين كلامك، فين رومانسيتك؟ هو مش وحش اكل البطيخ ولا ايه؟ قال لي لا ما وحش، مين قال لك كده؟ قلت له والله الطاقه اللي عندك خلاص ما بقتش تحب البطيخه. قال انا لو زهقت من كل البطيخ في الدنيا مستحيل ازهق من البطيخ اللي عندك، خصوصا اللي انت بتشتريه. وفعلا يا جماعه كل البطيخه للمره الثانيه وقال لي بطيخه حلوه قوي، اشتريتيها منين؟ قلت له عادي من فكهاني جديد. طبعا انتوا فاهمين. بصراحه بعد كده اتعودت على ان الشخص ده يجي ياكل بطيخ معايا وكده، كل ما اشتري بطيخ يعني يجي ياكلها، فمش عارفه ايه الدنيا، مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. هل استمر في الموضوع اللي انا يعني بعمله ده ولا اتجوزه؟ طب
فرق السن مش عارفة اتصرف ازاي، الليلة دي مش عارفة ده حصل ازاي. مستنية آرائكم في التعليقات. شكرا لكم وإلى اللقاء، مع السلامة.